تعالوا نعمل مع بعض ايد الشنطة الجميلة دي. شكلها جميل قوي ومميز وسهلة جدا ومش هتاخد وقت. الايد كمان مرنة، تنفع لشنطة باك او كروس. هنحتاج 2 جنش وابرة رقم 5 وخيط سلسلة سمكه نص سنتي. همسك طرف الخيط كده اوديه الناحية التانية والخيط الطويل هيبقى ناحيتي، وبعدين همسك الابرة هحط الخيط عليها بالشكل ده والف الخيط القصير على الخيط الطويل. هناخد الجنش وبعدين نبدأ نتعامل بقى بالخيط القصير. شغلنا دلوقتي هيبقى بالخيط القصير ده. باخد الخيط ادخله جوه الجنش وبعدين بناخد اللفة على الابرة من تحت تاني، من تحت على الابرة وننزلها تاني مكانها بالشكل ده. هعملها تاني، مش بدخل من ورا، بدخل من قدام من تحت الابرة واقوم لفة الخيط من ورا على الجنش، والخيط القصير ده بدخله تاني جوه الجنش. كده عملت حلقتين. هنكرر بنفس الفكرة. ركزوا هنا، مش باخد الخيط من ورا، باخده من قدام. ندخل بالخيط من تحت الابرة من قدام وبعدين ناخد الخيط ندخله جوه الجنش. هكمل لحد ما يبقى معايا 5 حلقات. هو ده اللي انا هكتفي بيه، العرض اللي انا عايزاه لايد الشنطة. ممكن تعمله اكتر او اقل. عايزة الفت نظركم هنا لحاجة. شايفين الخيط القصير ده خلص معايا، فكان من الاول كان لازم اطوله. بعيد معاكم كده عشان تثبت الفكرة. هكمل لحد 5 حلقات. هو ده العرض المناسب لإيد الشنطة من وجهة نظري. هاجي بقى اسحب الخيط القصير ده من كل الحلقات واطلعه برا خالص، وخلاص كده احنا مش هنتعامل معاه تاني. هنتعامل بقى مع الخيط الطويل اللي جاي من البكرة. انا هدخل تاني جوه الحلقات كلها. دلوقتي احنا عندنا الخيط الطويل والخيط القصير. هنتعامل مع الخيط الطويل علشان نسحبه. مش هنسحبه بالطريقة التقليدية ان الابرة تكون على الخيط، لا، هنسحبه بطريقة مختلفة ان الخيط هو اللي يكون على الابرة عشان التعامل معاه يكون اسهل. هنشوف دلوقتي ازاي. هسحبه بقى واطلع بيه من كل الحلقات اللي على الابرة. شايفين هنا كده حركة الخيط بقت اسهل جوه الحلقات مع الابرة، لان احنا اصلا شغلنا هيبقى بين الحلقات من الخيط الطويل ده، فاحنا عايزينه يبقى هو اللي فوق عشان نقدر نسحبه بسهولة. لو كنا سحبنا الخيط في الاول بالطريقة التقليدية كان هيبقى تحت، فما كناش هنعرف نطلعه. احنا هندخل ما بين الحلقات ونسحب الخيط الطويل ده ونسيب الحلقة على الابرة بالشكل ده. سحبت اول واحدة وهدخل في التانية اسحبها، واللي بعدها بنفس الفكرة لحد ما يبقى معايا 5 حلقات برضو على الابرة. وبعدين بسويهم كده عشان كلهم يبقى في طول واحد، واجي اسحب الخيط الطويل برضو بيكون على الابرة. اسحبه من كل الحلقات واسيب الحلقة على الابرة، وهنكرر نسحب ما بين الحلقات الخيط الطويل لحد ما يبقى معايا 5 حلقات على الابرة. انا شايفة ان دي اسهل بكتير قوي عن ان احنا نعمل غرز حشو او عواميد وشكلها اشيك. تمام كده، مفيش جديد بقى. خلاص هنكرر بالطول اللي احنا عايزينه بنفس الفكرة بالظبط، وهنشوف مع بعض ازاي نقفلها مع الجنش في النهاية في اخرها. هنا الطول اللي انا محتاجاه اخر سطر بقى. بسيب جزء من الخيط كده وبعدين بقصه، وهسحب الخيط كله من كل الحلقات. وبعدين ممكن نستخدم ابرة التنظيف او نشتغل بالابرة العادية بتاعة الكروشيه، بس انا بفضل ابرة التنظيف. هلضمها وهنجيب الجنش وهثبته بايدي كده على دراع الشنطة، والخيط هيكون على اليمين. هاخده وادخل من قدام جوه الجنش. وبعدين شايفين اول حلقة دي في ايد الشنطة، هندخل من قدام في النص كده عشان نعمل حلقة نثبتها في الجنش. بعد كده بدخل من ورا الجنش، وشايفين الحلقة دي اللي احنا كنا بنعملها في السطر اللي فات، هندخل جواها من قدام كده نطلع بالخيط. بقى معايا حلقتين على الإبرة. هنكرر بنفس الطريقة، ندخل من ورا جوه الجنش وندخل في الحلقة ونطلع بالخيط لحد ما يبقى معايا 5 حلقات برضو على الجنش، وهنشوف هنقفل في آخر السطر ازاي.
تعالوا بقى نكملها بإبرة الكروشيه. احنا ممكن نعملها بإبرة التنظيف عادي، بس هعملها بإبرة الكروشيه عشان لو حد حابب يعملها من البداية بالإبرة يبقى عارف بتتعمل ازاي. احنا بندخل برضو بالخيط من ورا الجنش، وبعدين الحلقة الأخيرة دي بدخل جوه الحلقة من ورا بالإبرة واسحب الخيط زي اللي كنت بعمله بإبرة التنظيف بالظبط. ودي كده آخر حلقة. هنبدأ نداري الخيط ده جوه دراع الشنطة، نداريه كويس علشان ما يفكش. وبس كده، ايد شنطة جميل ورقيق وينفع باك وكروس ومرن جدا. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير.